السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباحكم سعيد، نتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب العالمين. اليوم وكالعادة الجديد وأمور مهمة لأصحاب قواطر وانتفاخ الغدة الدرقية، الناس اللي يعانون من هذا التضخم. جيتكم إن شاء الله ببشرى أنه اليوم نتكلمكم على الأغذية اللي لابد أنها تخرجوها من برنامجكم اليومي وأكلاتكم، لأنكم مرض بانتفاخ الغدة الدرقية. إذا ضروري أنكم تأخذوا ورقة وقلم وتسجلوا كل المعلومات، لأن هذه المأكولات لابد اجتنابها مهما كانت طريقة تحضيرهم، يكونوا نيئين أو يكونوا يعني مسلوقين أو مقليين أو أي شيء في الفرن، فضروري الابتعاد عنهم. كما تعلموا بأنه تكلمنا في الحلقات الماضية والسابقة عن أصحاب انتفاخ الغدة الدرقية، الناس اللي يعانون من هذا الانتفاخ، وأعطينا بعض الأدوية والحلول مثل شرب ممكن نضع واحد التضمادات على الصورة تشوفوا الجرجير. هو يشبه كذلك التلفاف، وإن كان التلفاف هو العنصر الثاني من العلاج، فهذا العنصر ممكن نستعمله كشراب، ممكن كذلك نستعمله كضمادات. ممكن ترجعوا إلى الفيديو اللي نتكلمكم فيه على العلاج بواسطة الجرجير، وكذلك العلاج بواسطة الهندباء أو التلفاف أو أوراق الليمون لأنها تغلى وتشرب، وكذلك الشاي جيد جدا. وكذا أعطيتكم مؤخرا العلاج بشرب آه، عصير الشعير. إذا نأخذ حبات العسل نضعهم في الشعير في الماء مغلى، ثم تشرب الشعير جيد لانتفاخ الغدة الدرقية. أصحاب الغدة الدرقية المنتفخة يعانون من مشاكل اضطرابات الوزن، الغدة الدورة الشهرية غير منتظمة، مشاكل في المفاصل، في التنفس، كذلك مشاكل التعرق، ومشاكل يعني كثيرة ذكرتها في فيديوهات كثيرة، لا داعي أن نعاود كثيرا. الآن نتكلموا عن الأغذية اللي لابد أن الإنسان يبتعد عنها. ابتعدوا عن هذا اللي تشوفوا فيه القرنبيط والقرنيط أو البروكلو أو اون فرونسي الشوفلور. هذا البروكلو ابتعدوا عنه رجاء. كذلك الأمر اللي تبتعدوا عنه هو البروكولي، تشوفوا على الصورة الأخضر هذا البروكولي، ابتعدوا عنه مفور يعني بخار أو سلطة أو أكل أينما كان. العنصر الموالي هو الفجل بكل ألوانه، ابتعدوا عنه حتى ولو كان طبيعي في مدة الانتفاخ وفترة انتفاخ الغدة. جيتكم بعنصر كذلك وهو اللفت اللي تشوفوه بكل ألوانه، اللفت بكل ألوانه في اللي تشوفوا الأبيض البنفسجي، الأبيض التام، اللي يميل إلى السواد، اللي يميل إلى الصفار، كل أنواعه ممنوع ثم ممنوع. خرجوا كذلك من قائمتكم الفول السوداني، ما تاكلوا لا زيته ولا زبدته ولا حتى يكون في مستحضراته وفي مكوناته وأمور خارجية مصنوعة في المصانع. ابتعدوا عن الفول السوداني. السبانخ ما تاخذوهمش وما تستهلكوهمش، وكذلك نحرمكم بعض السبانخ من فاكهة لكن يعني فصلها وهي فاكهة الفراولة. ما تاخذوش الفراولة في مدة انتفاخ الغدة الدرقية ريثما تشفوا إن شاء الله. ما تنسوش أنكم تشتركون وتفعلوا الجرس، هكذا إن شاء الله يجيكم كل جديد. شكرا لكل من تبع معي الفيديو حتى الأخير، شكرا لكل من يدعمني بصورة منتظمة، نشكرهم ونحييهم كثير ونقول لهم نهارهم مبارك وسعيد، والملتقى إن شاء الله في فيديوهات أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.